دخلت امرأة من مدينة سانت لويس إحدى اللوكندات في نيويورك، وطلبت من صاحب المحل أن يؤجرها غرفة دفعت له الأجرة سلفا، فأعطاها في الطابق الثاني الغرفة رقم 6 التي كانت تطل على أحد الشوارع. وبعد أن دخلتها استدعت أحد الخدام ليحضر لها كاسا من اللبن، ففعل كذلك، وبعده دخلت الغرفة ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى اليوم الثاني نحو 5:00 بعد الظهر. بعد قرع بابها مدة، عندما لم يسمعوا منها جوابا استدعوا الضابطة والبعض للكشف عن أمرها، فدخلوا غرفتها من إحدى النوافذ فوجدوها مستلقية على سريرها وبيدها طبنجة ذات طلقات روفلفير، وبقربها زجاجة فيها مورفين. وبعد التحقيق والفحص وجدوا أنها انتحرت، وفي موضع قلبها ثقب رصاصة نفذت في جسمها، فكانت القاضية لتموت ويموت سرها معها.